يا جماعة اللي عايز يعمل بالانس في حياته مفيش حاجة اسمها توازن. انا لازم هدفع ثمن كل حاجه هحصل عليها. ايه هو الثمن؟ انت بتكتشفه وانت جوه الرحله، انت وانت جوه البحر بتكتشف هتواجه ايه. لو الست مش عارفة هي عايزة ايه whatever، البني ادم في الحياة مش عارفة هو عايز ايه بيجبر اللي حواليه ان هم يجبروه على اللي هم عايزينه. اتصلت بيها وقلت لها انا هموت، الحقيني انا بموت. اجلت الولادة لتاني يوم عشان الشغل. الست القوية مش بس اللي بتعرف توازن بين بيتها وشغلها، الست القوية هي اللي بتقدر توازن بين بيتها وشغلها وتحقق لنفسها مساحتها الخاصة وتقدر توصل لحلمها. معانا النهاردة شوجر مامي ياسمين المساوي، زوجة وأم، ومش أي امرأة عاملة، دي صاحبة شركة. ازيك عاملة ايه؟ الحمد اخبارك لله ايه؟ كله حلو. الحمد لله. نقول مين الأول بقى، زوجة ولا أم ولا صاحبة الشركة؟ اكيد زوجة صاحبة الشركة. مين بيطغي على مين؟ مين واخد المساحة الأكبر؟ الأمومة طبعا. أمي ما شاء الله 3 ولاد. إن شاء الله. باي لك ولا مخططة؟ أول طفل طبعا احنا عارفين في كل الأسر المصرية ده ده لازم، لازم. لو ما جاش بقى هنعمل لك مشاكل. وعلى فكرة التاني لازم تخويه يعني. التاني والله بصي هو أنا التاني كان رغبة من زوجي. اوكي، يعني مخططة له. تالت بدون تخطيط. ده اللي بيجي يرازيكوا. لازم ده الصدفة بقى. مين تعبك اكتر، الاولاني ولا التاني؟ والله تلاتة يعني. مين مش في الحمل لكن في التربية، مين اللي كان اكثر شقاء؟ هو اللي احنا أعمارهم اه بالنسبة لي الفترة اللي أنا فيها حاليا هي فترة متعبة. أعمارهم متقاربة وصغيرة، يعني احنا سليم 8 سنين، ليلى 3 سنين ونص، ربنا يخليه ويبارك. يونس 2 ونص. اعتقد الاتنين الصغيرين هم اللي ففي اكثر بقى ارهاقا يعني. ارهاق رهيب جدا في الجزء بتاع، يعني عارفة اللي هو الفرق ما بين الرعاية والتربية. فأنا في مرحلة الرعاية أكتر بكتير من التربية، لأن التربية هي من سن سنة ل5 سنين احنا بنزرع كل القيم وكل المبادئ وكل الحاجات اللي احنا عايزينها تبقى في الأطفال لما يكبروا. بس الرعاية بتاعة السن ده بتبقى أتقل، يعني القصد من الموضوع إنه الرعاية في الفترة دي بتبقى تقيلة شوية، بيبقى لازم تخلي بالك وتبقي كير قوي وانت بتتعاملي. وفي بقى طبعا المرحلة بتاعت الدايبرز ومرحلة الرعاية الكتير اللي لا مفر منه فبتبقى مرحلة صعبة شوية، خاصة انه الأعمار بقى بتبقى قريبة من بعض، فانت تبذلي effort رهيب علشان تقدري ان انت تواكبي ما بين رعايتهم وتربيتهم، بس طبعا القيم والمبادئ اللي انت عايزة تحطيها في السن الصغير ده عشان تكبر معاكي زي النبتة اللي انت بتزرعيها عشان لما تكبر تقدري يعني تحصدي بقى اللي انت تتمنيه من ربنا ان شاء الله. ان شاء الله. مين بيساعدك يعني، اهل ولا انت مع دور ان يبقى في ناني، او مش مع؟ مين بيساعدك؟ بصي انا دايما اتكلم في اي لقاء او اي ايفنت ببقى موجوده فيه ويجوا يتكلموا معايا الحته دي، فاقول لهم يا جماعه اللي عايز يعمل بالانس في حياته مفيش حاجه اسمها توازن. تمام. في حاجه اسمها انه انا الفتره دي عارفه ان انا هاجي على نفسي شويه وهاجي على حاجات مقابل حاجات. بالظبط. هي فترات احنا بنبقى حاطين لها بلان معينة، في البلان دي احنا لازم نستحمل ايجابياتها وسلبياتها، بالاضافة للسبورت سيستم. السبورت سيستم بقى عندي انا عاملاه ازاي؟ اولا بدعم نفسي انا كويس جدا عشان اقدر استحمل، فبعمل حاجات ايه انا هي بتدعمي نفسك ازاي؟ بحاجات كتير بصراحة. مي تايم الصبح لازم حتى لو ربع ساعة في الشمس. مش بينط على كتافك بقى ما ويصحى انا بصحى بدري؟ بدري قوي، اه بصحى الساعة مثلا 5 اصلي الفجر وبعدين اقعد شوية بقى قراية وبعدين اقعد كده ربع ساعة ساكتة. انا بحب صوت الطبيعة شوية، يعني اللي هو ايه، بحب صوت العصافير الصبح والصوت الطبيعة دايما تلاقيني رايحة في الحتة دي مش عايزة اسمع اي حاجة غير ده، وباخد نفس كده وابدأ اليوم بقى. ده حاجة. الحاجة التانية طبعا وجود ماما في حياتي ده عامل مهم جدا جدا، لان انا متطلبات شغلي طبعا اكيد حضرتك عارفة في الميديا وطبعا مسؤولية ريادة الاعمال مسؤولية كبيرة جدا. ففي احيانا بيتطلب في سفر، في احيانا بيتطلب ان انا ممكن اتأخر في امر ضروري بالليل، فلازم وجود ماما طبعا في حياتي.
وتالت عامل جوزي طبعا سبورتيف جدا ليا، لان هو مقدر معنى الحلم والباشن اللي عندي، لان احنا من واحنا صغيرين بقى يعني لاف ستوري كده من واحنا اوكي. 19 سنة. فهو مقدر قد ايه انا ده حلمي وشغفي، سواء بقى في الميديا او في الصحافة او بعد كده لما اسست الشركة بتاعتي. والحاجة الأخيرة بقى الناني طبعا. في ناني بتبقى موجودة 4 أيام في الأسبوع، 8 ساعات في اليوم، تبقى قادرة إنها تساعدني في إنها موجودة، تخلي بالها لو في أنا نازلة أو كده. أنا بشتغل 4 أيام بس في الأسبوع في المكتب، اوكي. وفي يوم ببقى اوف البيت. فروم هوم. بنعمل بقى بيبقى في كورس، في نادي، في خروجه، في حاجات كتير. جمعة وسبت انا ببقى اوف تماما. الجمعة ببقى ممكن ارد واتساب اوكي. وسوشيال ميديا شوية. والسبت بيبقى ايميلات، يعني لو ببص على بتشيك الايميل، ببعت ايميل، بتابع التيم عندي في الشركة، كل التفاصيل دي بالتوازي بقى مع طبعا التواجد في البيت مع ولادي، اكل بقى وانا يعني طباخة ماهرة كده شوية حلو. حلو ما شاء الله ان انت فبيبقى قادره اليوم تعملي كل ده. بيبقى اليوم كله بقى عارفة اللي هو أكل ومرح، وبالليل موفي نايت بقى وفشار، وممكن نخرج نعمل شوبينج، نجيب طلبات البيت. فأنا مدخلاهم في حياتي في كل حاجة، يعني مش عاملة فصل ما بين العناية بيهم وما بين تواجدهم في حياتي. أنا ابني الكبير مثلا باخده معايا في ايفانتس، ممكن يسافر معايا، هو 8 8 سنين سنين اوكي. فقادر ان هو ينفولف في الحتة دي. سهل السيطره. سهل السيطرة، وأنا عايزاه يتعلم بدري بدري أهمية الشغل وأهمية اللي مامي بتعمله يعني. مش فكرة مامي والله، يعني مش فكرة مامي أو بابي حتى، يعني بابا والده. بياخده بس. أنا عايزاه هو ياخد السمات بتاعة الشغل، لأن أنا بحب دايما الشخص المعتمد على نفسه. عايزه اسالك امتى ابتديتي رياده الاعمال وان انت تعملي شركتك تمام. وسط كل ده، وخاصه ان انت ما شاء الله صغيره مش كبيره خالص، بس قولي لي. انت عايزاني ادخل في التفاصيل ولا احكي من ادينا تمام ادينا التفاصيل. بصي، هحكي لك شوية تفاصيل اكتر من البداية. انا بدأت من الجامعة وانا 19 سنة اولى جامعة. انشطة طلابية كتير في الكلية بتاعتي او بره الكلية. آم، بحب اشارك وافهم حاجات كتير من قبل الجامعة كمان. انا شخص من وانا صغيرة بحب القراية جدا، بروح المكتبة كتير، يعني كنت بقرأ كتب وروايات تقيلة لكتاب كبار زي يوسف زيدان ويوسف السباعي وأنيس منصور ويحيى حقي ونجيب محفوظ وأسماء تقيلة، فكان عندي ده الإدراك. بيثري الشخصية بالظبط نفسها بالظبط وبيثقلها. بالظبط. فما كنتش حاسة ان انا هدخل الجامعة هحضر المحاضرات المحاضرات. وهروح الباك اكل سندوتشات واقعد شكرا على كده. الجزء ده خلى شخصيتي اتغيرت شوية. فبدأت من الجامعة، عملت مشروع طلابي او يعني نموذج محاكاة لنقابة الصحفيين. وده برافو. كان أول نموذج محاكاة أو موديل يتعمل داخل الجامعات المصرية كلها على مستوى الجمهورية، متخصص لنقابة الصحفيين. دايما كنا بنشوف مجلس الشعب، كنا بنشوف الأمم المتحدة، كنا بنشوف حاجات كتيرة جدا للطلاب، بس ما كانش في حاجة متخصصة للميديا. ده كان في أولى جامعة. الفكرة نجحت جدا، بقت مؤثرة أكتر، سمعت أكتر، فبدأ إنه الميديا نفسهم عايزين. ليه؟ لأن هي حاجة متخصصة بالصحافة، فأصبح إن كل الميديا عايزة تستضيفني وعايزة تتكلم عن الفكرة، وجاتلك الفكرة ده واحنا منين؟ في اولى جامعة. احنا في أولى جامعة. خاصة إنه الموديل ده كان عن نقابة الصحفيين، فأنا عملت أول إيفنت أو الأوبننج بتاع الإيفنت في نقابة الصحفيين في إحدى قاعات نقابة الصحفيين، وإنه كان الدعم وقتها من أستاذ علاء ثابت، عضو من أعضاء نقابة الصحفيين. ففي الفترة دي أنا أدركت إنه أنا ده ماي باشن، يعني أنا عايزة أشتغل كتير، وعايزة أتحرك كتير، وعايزة أحقق حاجات كتير قوي وأنا صغيرة. في إحدى المرات كان بيتعمل معايا حوار في مجلة نص الدنيا في الأهرام، وبعد ما خلصت الحوار طلبتني أستاذة أمل فوزي وأستاذة هبة باشا لمكتبهم. فرحت فسألوني شوية أسئلة، وبعد ما خلصت الأسئلة قالوا لي إحنا عايزينك تبقي معانا في نص الدنيا في الأهرام. من هنا بدأت بقى إيه حلم الأهرام، اللي أنا كنت مش متخيلة إن أنا هدخل المبنى العريق ده وأنا 19 سنة، يعني عيلة صغيرة. فبدأ مشوار الصحافة من الحتة دي. فبدأت أشتغل، الحمد لله عملت أرشيف كبير جدا. الأرشيف ده اتسمع بشكل كبير،
انترفيوز مع وزراء، مع شخصيات مهمة فنية أو ثقافية. اشتغلت في ملف المرأة بفترة كبيرة. بعدين تدرجت بقى ان انا رحت اماكن، مجلات اخرى واماكن اخرى جنبا الى جنب الصحافة. كنت بشتغل طبعا كمان كاعداد وبروديوسر لبرامج خاصة بالفن وبالمرأة وهكذا. في الفترة دي كان عندي الفكرة بتاعت ان انا بريتش اي حاجة، يعني عارفة لو لما بتطلب مني تاسك انا بنفذه على اكمل وجه. فجت فترة كان الاهرام بتعمل ايفنتس، وطلب مني ان انا اشارك في الايفنتس دي، ان انا ابقى مسؤولة عن حضور الجست وعن تنظيم الايفنت وعن البي ار الخاص بالايفنت. وانا ما كنتش افهم يعني ايه بي ار. فكان طبعا الصحافة المتعارف عليه كل الفنون الصحفية، بس كان شغل البي ار مختلف، وانا ما كنتش دخلت في الحتة دي قبل كده. فبدات افهم يعني ايه بي ار، وبدات افهم الايفنتس بتتعامل ازاي، ويعني ايه كريسيس مانجمنت، ويعني ايه ابني استراتيجي لايفنت بشكل كامل. ده كله كان داخل مؤسسه الاهرام، والايفنتس دي حققت نجاح كبير قوي داخل المؤسسه وبره المؤسسه، فعملت لي رواج وعملت لي تواجد. بعدها قررت ان انا اشارك بقى في شركات علاقات عامه كبيره، فبدأت ان انا اشتغل واخد الخبرة جنبا الى جنب الصحافة. حلو قوي. كل ده كنت يعني ده زي سايد بزنس كده او كفريلانس جنب شغلي في الصحافة. الصحافة. تمام. الفترة دي كانت امتى؟ الفترة دي في 3 سنين تقريبا. انا عمري لسه ما المهني ارتبطتيش؟ لسه ايه. ما ارتبطتيش؟ لا انا مرتبطة من اولى جامعة. يعني رسمي، خطوبة لا كان ثلاث وجواز؟ سنين ارتباط من لا اولى انا جامعة قصدي ل بقى امتى بقى دخلنا مؤسسة 2000 الزواج بقى؟ 2017. بعد قد ايه من الشغل تقريبا؟ آه، احنا 2017 انا بشتغل كصحافة من 2012، يعني بعد بعد خمس 5 سنين. سنين اه. كل ده لسه ما اسسناش الشركة ولا كنا كل ده اسسنا؟ انا اسست الشركة 2017 في سنة سنة الزواج. الجواز. الفترة دي انا كنت جنبا الى جنب الاهرام. بقيت رئيس تحرير مجلة كاريزما، ورئيس تحرير برامج في مدينة الانتاج الاعلامي، وبأسس حاجات مختلفة وشراكات استراتيجية مختلفة. فانا كنت بشتغل في اكتر من حاجة في نفس الوقت، ما بين البي ار وما بين الشغل المهني الصحافة. كصحافة، وانا رئيس تحرير. فرئيس تحرير في سن صغير قوي، فده اللي هو يعني كانت خضة برضو للناس، انك ازاي تبقي رئيس تحرير فانتي بتديري تيم، وانتي بتراجعي وبتعملي ديسك وبتطلعي مجلة كاملة شهريا، ومجلة كبيرة، يعني عارفة اللي هو مجلة ليها تاريخ. فلما انت تبقي رئيس تحرير لحاجة، وحضرتك عارفة اكيد بتبقى مسؤولية ضخمة لما طبعا. كل كلمة تطلع انت مسؤولة عنها. 2017 أسست الشركة مع الجواز، يعني انا اتجوزت وأسست الشركة من وجبنا البيبي بقى. جبت البيبي بعد سنة من الجواز 2018. مرحلة اللخبطة اللي بتحصل لنا كلنا، اللي هو الأول حمل وتعب، بس لسه مش حاسين أو ما عندناش مسؤولية كبيرة لسه، وجالنا البيبي. مين وفين ومين وازاي وامتى؟ حصلت لك الخضة دي طبعا. طبعا. وأثرت على الشغل؟ أثرت على كل حاجة. كل المراحل اللي أنا بمر بيها في حياتي ما بتبقاش مخططة. عارفة اللي هو أنا دايما أقول اللهم دبر لي أمري فإني لا أحسن التدبير. فأنا ببقى بعمل الإفورت اللي مطلوب وبسيب بقى على ربنا. فأنا يعني اتجوزت، فبديهي طبعا كأسرة مصرية خلفت البيبي الأول سليم بعد سنة من الجواز. فترة الحمل كانت فترة عارفة اللي هو فرحة، يعني انتي أكيد. إحساس مختلف كأم، طبعا. يعني اللي هو ايه، مش والله مش عارفة اوصفه، بس احساس ان انتي حاضنة حاجة، ومش عارفة الحاجة دي هتبقى ولد ولا بنت، وهيطلع شكله عامل ازاي، شبهي ولا شبه باباه، هتعامل معاه ازاي. وانا صغيرة انا اتجوزت بدري، انا عملت كل حاجة بدري، فاللي هو انا مش فاهمة هعمل ايه. بس لسه مفيش اللخبطة بتاعت بقى ان احنا معانا حاجة احنا مسؤولين عنها دلوقتي، فانضم لفريق المسؤوليات فرد. اكيد حضرتك عارفة موضوع الهرمونات. ف... ففي هرمونات كتير قوي داخله في بعض، فانت مش فاهمه انت مين وبتعملي ايه. وكان بعد مطلوب مني الولادة. حاجه، يعني اتذكر موقف وانا حامل في الشهر الثامن.
كان في فعالية من فعاليات الأهرام في محافظة قنا، كان دعم انتخابات سيادة الرئيس، وكنت أنا مسؤولة عن سفر الصحفيين، الاكوموديشن والترانسبورتيشن وتنظيم في الثامن الموضوع، وانا في الثامن. وسافرت مأساة. وسافرت في باص صعب ما جدا. خفتيش من الخطورة ان انا يعني؟ لا ما بخافش. برافو برافو. ما عنديش انا خوف، بس تعبت قوي 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 قوي. عمري ما تعبت كده في حياتي، لان حمل في الثامن طبعا في خطورة كبيرة جدا. طبعا. السفر كان صعب قوي، الباص اللي كنا مسافرين وهنا بيه كان صعب، هنا وهنا احنا سافرنا في مسافة 11 طويلة. ساعة في طبعا. 11 ساعة ووصلنا الساعة 12 بالليل. فانت في الاخر بتعملي شغل، هم مالهمش دعوة انت حامل ولا انت ظروفك ايه، هم مالهمش دعوة، في مسؤولية. طب انت ان كياسمين، انت انت تسكني مسؤوليتك كأم او ما انا هنا ما كنتش فاهمه انه المفروض كنت ارتاح، ما كنتش اروح. هو ده ما اللي انا كنت عايزه كنتش اقول، ليه ما فكرتيش انا اخد اجازه؟ لان انا دلوقتي في مرحله صعبه. بصي، انا عندي في حاجه في شخصيتي، تحدي. مش بس التحدي، القدره على ان انا اجي على نفسي. جيتي على انا نفسك بقدر، كتير كده. انا بقدر اعمل ده. ومش عشان في صالح الشغل، في صالح التعلم، ان انا لما هروح التجربه دي هتعلم حاجه جديده. ما يبقى انت كنتش دي فاهمه بقى دي انا. دي ده منتهى الانتشاء والسعاده، ان انا لما بعمل كده وبنجح في تحدي روحي وتحدي المتاعب والصعاب، انا بحس بروحي فبتبسط، فده بيعود على تعاملاتي بقى الحياتيه. الحاجه التانية انه ما اقدرش، انه التزمت بكلمه ما اقدرش ارجع فيها. طبعا. فانا التزمت انه طبعا احنا بنحضر للمؤتمر ده من بقالنا فتره فتره. كبيره، فانا ما كنتش اعرف ان انا وقتها هبقى في الشهر الثامن، يا ما حسبتهاش. صحيح. فما اعرفش ان انا هبقى في الشهر الثامن، ما اعرفش ان انا هبقى تعبانه ولا لا. وفي الاخر انا تحملت المسؤوليه دي قدام رئيس مجلس الاداره وقدام مديريني، فانا لازم اكون قد المسؤوليه، لانها مسؤوليه قدام ربنا طبعا اولا، ثم المديرين بتوعي، الليدرز بتوعي. صحيح. فجيت على نفسي في الفترة دي وتعبت جدا. حتى لما رجعت من السفر، احنا مدة السفر كان يومين، خلصت الحمد لله المهام المطلوبة على أكمل وجه، نجح المؤتمر الحمد لله، انتخابات الرئيس، وبعدين رجعت القاهرة، أخدت أجازة بقى 10 أيام نايمة تماما، لأن أنا كنت تعبت قوي قوي. ده أكيد. اللي قبل الولادة حاجة وبعد الولادة حاجة تانية خالص. احنا بنتكلم قبل الولادة، احنا كأمهات وستات عندنا هرمونز ولخبطة وتعب حمل وكده. بعد الولادة عندنا هرمونز ولخبطة وتعب حمل ومسؤولية واكتئاب كبيرة، ما بعد الحمل. واكتئاب ما بعد الولادة، ومسؤولية كبيرة وجديدة، اللي هو في أول بيبي ده حاجة جديدة جدا، احنا بنتعرف وبنخبط وبنلغوش وكل حاجة. فاحنا عملتي ايه؟ ده انت عندك شغل، عندك بيبي، عندك داخليا معركة فظيعة، عندك حياة جديدة خالص وسط كل اللي انت فيه. عملتي ايه؟ مش عارفة، بس يعني كانت فترة فيها عياط كتير. عيطتي كتير؟ وكانت هي يعني عارفة اللي هو لما تبقى في لخبطة في المشاعر ما بين الحب وما بين انت مش عارفة انت بتعملي ايه. يعني مسؤولية جامدة قوي. 2018 قعدت اول 3 شهور من عمر سليم في البيت، انا وهو بقى، احنا بنحاول نفهم بعض، عارفة اللي هو انت مين وانا مين، وانا واللي محتاج جابني هنا ايه، وايه اللي جابني هنا اصلا، واللي جابك هنا. فانا مش فاهمه اي حاجه. ايوه. وانا ما كنتش عملت ريسيرش مثلا او قريت عن الموضوع قبل ما ادخل واقول لك انا جهزت نفسي خالص. انا كنت سايبه بقى الموضوع، انا انت بتشتغلي وفي حياتك. لا ومبسوطه وسايبه المرحله احس بيها. يعني كنت عايزه زي ما امر هي. بالتجربه زي ما هي، يعني عايزه اتفاجئ. انا كنت عايزه امر بالمرحله الشعوريه دي بتاعت المفاجاه. عيط. فكنت بعيط كتير. وانت مسؤول منك حاجات كتير قوي، مسؤول منك رعاية ورعاية لجوزي، وانا فين، وشغلي وحياتي وكورساتي والكتب اللي عايزة اقراها والحاجات اللي عايزة اخلصها. كل ده وقف روتيني ما قبل الولادة تماما. 3 شهور انا مش بعمل اي حياتك وقف. حاجة غير رعاية لسليم. بفهم ازاي اغير الدايبر، واتعامل معاه ازاي، واشيله ازاي،
والبريست فيدنج اعمل ايه، ولما يعيا اديله ادويه ازاي. انا اصلا كنت بخاف، يعني كنت خايفه امسكه، يعني اللي هو ايه، ازاي امسكه ازاي، وانا ما مريتش طبعا بانه مثلا لو في بيبي في العيله صغير او كده فامر بالاكسبيرينس دي قبلها. لا ما مريتش. كان بيفاجئك؟ اه كان بيفاجئني وبنتفاجئ مع بعض بقى، وربنا سترها الحمد الحمد لله. ومين بعد سليم بقيتي لله. عندك ليلى خبرة بقى. بقى؟ اه ليلى لا، وبعد سليم بفترة حلوة، يعني انت بتقولي اه تقريبا بعد فرق سليم 4 سنين. 4 سنين ونص، او 4 سنين وشهرين 3 كده. جت ليلى. ليلى كانت مخطط لها. اه ليلى كان مخطط ليها، وباباها كان عايز بنت، كان عايز سبحان بنت الله، ربنا واسمها ليلى، استجاب. فربنا استجاب سبحان الله، انه ربنا رزقنا وكرمنا بليلى. عملتي في ليلى نفس اللي عملتيه في سليم؟ قعدتي 3 شهور في البيت؟ بصي ليلى ده حوار تاني خالص. ليلى انا كنت طبعا كده كده انا بشتغل صحفية في الاهرام وعندي الشركة كنت اسستي الشركة من من 2017؟ 2017 قبل سليم كمان. قبل سنين. فانا عندي ده وعندي ده وعندي البرامج بتاعه القناه اللي انا كنت فيها وقتها في مدينه الانتاج الاعلامي. فانا في ليلى وعندك سليم. وعندي سليم وعندي مم. بابا سليم. وعندك بابا سليم، فده كتير قوي يا ليلى. بس فانا كنت بشتغل لحد قبل الولاده بيوم، يعني انا كنت ما حرمتيش يعني؟ لا اخدت اجازه. اخدت اجازه خلاص، ان انا يعني بحضر بقى الشنطه بتاعت للولادة. المستشفى ووقتها ما كانش عندي ناني، يعني انا الناني جت بعد يونس، بعد البيبي الاخير بعد التالت. البيبي الثالث. انا ما كانش عندي خلاص كده بقى وقتها. محتاجين النجدة. محتاجين ناني بقى النجدة يعني عارفه اللي النجدة. هو محتاجه حد بس يشيل ويحط معاه. بس فوقتها انا كنت واخده اجازه قبل الولاده بيومين. اتصلوا بيا في القناه، ياسمين في مشكله كبيره لازم تبقي موجوده، وانا كنت حد مسؤول لان انا مدير تحرير برامج، كل البرامج، او تحديدا برامج المنوعات، يعني ما عدا التوك شو بالليل. فقلت لهم يا جماعه انا رايحه اولد بكره وانا كنت عندكم امبارح، فلازم تتصرفي وتبقي موجوده. قلت له تمام. اتصلت بالدكتور، اجلت الولاده يوم. انا كنت المفروض اولد يوم ده انت 21 جبارة. 2. جبارة. انا بولد سيزيريان ايوه، فيلا بينا نأجل. ف... الناس دايما بتقدم ايه، حاولت امتى فكوني فكوا الحبسة دي. لا اجلت الولاده لتاني يوم عشان الشغل. علشان مسؤوليه، مش عشان الشغل. في فرق ما بين انك بتحبي الشغل وما بين انت قد المسؤوليه ولا لا. بس انت الاتنين يا ياسمين. مش عارفه. انت الاتنين، انت بتحبي الشغل لدرجة الادمان. لا مش ادمان، يعني انا بعرف افصل ما بين ده وما بين ده، يعني مش واصله لمرحله الادمان الشغل، بس وأجلتي لما الولادة عشان الشغل، مش بس حبا في ما المسؤولية هو مش وقد هتفرق المسؤولية. يوم، مش هتفرق يوم، هحل للناس دي هعمل مشكلتهم، نفسي اوكي. يعني في مشكله لازم بس احلها. برافو برافو. انا ولدت يوم، ليلى بقى ولدت يوم لما اجلت اليوم ده، فكان يوم الاثنين 22/2/2022. اليوم الجميل ده حلو قوي. عارفه اللي هو بصي القدر بقى. ربنا يعني. فانا ولدت يوم 22/2/2022 الساعه 2. الله، ايه التاريخ فحسيت الحلو انه ده. عارفه اللي هو حسيت انه ربنا حاجة اجل مميزة. عشان تبقى هي مولوده في تاريخ يوم وفي مميز تاريخ وفي ساعه مميزين. جدا. فده هي هتطلع خلاص شخص مميز، فانا عارفه اتفائلت بالموضوع ده. حلو حلو بس ان احنا دايما نشوف في كل حاجة كده. يعني انا دايما ايجابيه. مؤخرا، لا والله مؤخرا بشوف يعني اقعد كده لكل موقف اقول ان ده اكيد الاحسن، يعني لو حصل اللهم بديل دبر لي امري اني لاحسن فاني التدبير. لاحسن التدبير. يعني لو انا مخططه لبلان ايه وحصل العكس، ما بقتش مؤخرا، ما كانش بيحصل قبل كده. في سن كام؟ لا انا يعني 42 دلوقتي، فيعني ده برضو مؤخرا من سنتين ده حصل لي، اللي هو انا مش شايفه ان حصل كارثه كبيره. زمان كنت اتنطط لو اللي انا مرتبه له ما حصلش، لكن دلوقتي لو اللي انا مرتبه له ما حصلش بقول الحمد لله. اول حاجه بقولها الحمد لله ان هو ما حصلش، لان اكيد اللي هيحصل خير من اللي كان هيحصل. بصي في حاجه انا مقتنعه بيها تماما، طالما انت بذلت الافورت الكامل اللي بالظبط، مطلوب منك هو ده في اللي عليا. الحته دي، والموضوع توقف قدريا، مش مش تخاذل بالظبط منك او خالص. كسل او whatever خالص اي انا عراقيل، بشوف كده هو خير. ان انا طالما عملت اللي عليا ربنا
هيختار اللي هو شايفه. فانا ما بقتش بشوف ان النتيجه دي بتاعتي، النتيجه بتاعت ربنا. ما عليك الا السعي السعي بتاعنا بتاعك، ده دور انا. النتيجه انا بقى دي بتاعت سعيت، ربنا. نتيجته ايه؟ ده ربنا اللي كتبه لي. تمام. فالحمد لله جدا. فاول ما بيحصل تمام. ان النتيجه اتغيرت، خير يا رب، الحمد لله، الف حمد بس وشكر فانا معاك. عشان كده مش عشان ادمان العمل، ما عنديش ادمان العمل ده خالص، انا عندي قدر من حب العمل لا يتعارض مع ان انا بحب المرح والسفر والتنطيط والهبل بقى والبتاع اللي عارفه اللي هو. ومريت بلاف ستوري، مش اتجوزت جواز صالونات، انا وجوزي بنحب بعض من وانا خليني 19 سنه. يمكن ده هو اللي دعمك برضه ياسمين، يعني يمكن موضوع ان الشريك كان متفهم طبعا ومقدر وحابب ان انت تحققي نفسك، طبعا. ده بصي، هو اداكي ده كان بوش او احنا دفعه. ارتباطنا، انا دايما اقول ايه، انا جوزي صاحبي، مش يعني مش جوزي، دي افضل حاجه في المؤسسه. احنا اصحاب دايما فتمام. المؤسسه اللي صح بجد بجد، مؤسسه الزواج الناجحه هي القائمه على الصداقه اكتر منها اي حاجه تانية. لو الاتنين اصدقاء هيقدروا ان هم يعدوا لبعض، لكن لو انتوا زوج وزوجه هتقسموها كده هنقف لبعض على الواحد. والله لا، مؤخرا بقيت لازم، يعني بقيت افكر انه لازم يبقى في دور الزوج والزوجه، لان برضو ده لا حته يمنع الصداقه ده. لا ما هو الصداقه مش قصدي ان احنا ننسى ان احنا زوجين بالظبط خالص، بالعكس كل واحد ليه دور يعني ده الدور بالظبط. لكن قصدي التفهم بيجي من الصداقه. صح. فطول ما انت متفهمني وانا متفهمك الدنيا هتمشي. وحاجه تانية خليني اضيفها هنا في الحته بتاعت التفهم، مع انا اسفه ان لا انا هقول اتفضلي. كده، بس لو الست مش عارفه هي عايزه ايه، whatever البني ادم في الحياه مش عارفه هو عايز ايه، بيجبر اللي حواليه ان هم يجبروه على اللي هم عايزينه. فانا برافو، كنت دي فاهمه صح. كويس جدا انا عايزه ايه، متطلباتي ايه، فكنت بحارب، يعني كان بيحصل مشاكل. اقول لك حاجه، ما تفتكريش ان هو لا طبعا هي الصداقه مفيش دي حياه، مفيش حياه لا، بلا كان مشاكل. بيحصل فيها مشاكل كتير جدا جدا. يعني انا كنت افتكر في فتره من الفترات كنت بشتغل رئيس قسم الثقافه والفن في احدى المواقع الناشئه جديد، فكان شغلي بيخلص او الشفت بيخلص الساعه 10 بالليل. ده كان حوار بالنسبه لخطيبي وقتها اللي هو جوزي، فخناقه كل يوم. اقول لك بس حاجه مهمه، في حاجه مهمه. السن عليه عامل، ما اعتقدش ان انت دلوقتي في السن ده او المرحله العمريه دي طبعا بيحصل نفس المشكله بالظبط، بيحصل نفس المشكله. في حاجه كمان انت قلتيها مهمه، ان الست لو مش عارفه هي عايزه ايه، في حاجه اهم بقى، ان لو مش عارفه هتدفعي ايه نظير اللي انت كل عايزاه. حاجه ليها يعني تمن. انت كست لو مش عارفه ان كل شيء في الحياه هتاخديه ليه تمن، يبقى انت مش هتعرفي توصلي للي انت عايزاه. ما ينفعش اقول ان انا يعني انت دفعتي كتير، دفعتي لا، كتير وفي مجهود. مش كل حاجه كمان اقدر اقولها قدام الكاميرا، لا في طبعا احنا ادمان. محتاجين حاجات لما تقدريش تقوليها دي نقول. يعني بتبقى حاجات، يعني عارفه لو توب سكرت، بس انت في الاخر انت دفعتي ثمن كل حاجه طبعا، مش حاجه من حرقه ببلاش اعصابك، طبعا، من المجهود اللي بتبذليه، طبعا من صحتك، الكرامبس اللي بتجيلك في كل حته، العياط من اللي العياط محدش اللي بيشوفه. بتعيطيه. في الاخر طبعا الناس بتشوف الصوره، انت خلاص انت تمام شكلك حلو. ووصلتي للي انت عايزاه، بس انت كنت شفت هقول انا النقطه وصلت دي اللي انا بقى عايزاه ازاي. بالظبط، كنت هقول النقطه دي. في الاخر هما بيشوفوكي نجحتي، فالناس بتبقى عايزه تستضيفك وتتكلم معاكي وانتي موديل حلو للنجاح، وانتي دفعتي ازاي ايه دفعتي ايه مقابل هذا بقى ورا، يعني النجاح؟ باك ستيج بقى وبيهايند ذا سين. صحيح محدش عارف، صحيح. محدش عارف. وهقولك على حاجه، اقرب الناس ليكي هما مالهمش دعوه بالثمن اللي انت بتدفعيه اصلا، هو برضو عايز حقوقه. يعني انت في الاخر ام وابنه وصديقه وزوجه وحبيبه وحاجات كتير قوي، ومديره، لان برضو انت كمديره على فكره ليكي دور وعليكي واجبات، ليكي حقوق بس عليكي واجبات تجاه التيم بتاعك. صح صح صح. ففي الاخر ال الناس دي كلها مالهمش دعوه انت جواكي في ايه. جواكي بقى في استعانه بربنا. انت عارفه وخلقنا الانسان في كبد طبعا. فانت عارفه ان انت ماشيه في طريقك ده في تحديات وصعوبات كتير. في حاجه بقى يعني مش تشاؤم، شخص بعيد تماما عن التشاؤم، بس انا عارفه ان انا عايشه في الحياه دي لفتره معينه،
ربنا خلقني ليه؟ خلقني عشان اعمر وعشان رسالة اوصلها. صحيح. فاعمر، انا وخلفت، فانا بستثمر في ولادي عشان اعمر بيهم وعشان اكبرهم فهم يقدروا يعمروا في الارض. صحيح. واعمر في حتة تانية، يعني انا الجزء اللي واخداه كانتربرنير، بعمر في حتة تانية انا بحب اشتغل دايما مع الستارت ابس او الشركات الناشئة ناشئة. عشان اقدر امكنهم من النجاح، فانا كده بسيب اثر. برافو. طب ولما بشتغل وانا صحفية فبرضه بعمر، لان انا بوصل رسالة ناس، وكنت دايما بلمس الحتة الانسانية في شخصيات مهمة. فاكيد القارئ اللي هيقرا كلمات زي هيستفيد دي من الرحلة هيستفاد دي. وهيتأثر، فهيقدر ان هو، فاهمة قصدي؟ الثلاث حاجات دول انا ماشية بيهم. بره الموضوع ده لو انا مش بفكر بالشكل ده، فانا حاسه ان انا مكنتش هعمل اي حاجه. وبشوف نفسي حاليا لسه كتير بقى قدامي كتير. نقف هنا. أيوة، بس التاني المرحلة العمرية والخبرة الحياتية عليها عامل كبير جدا عشان نوصل للحقيقة دي أو للكونسبت ده، اللي هو أنا لازم هدفع تمن كل حاجة هحصل عليها. إيه هو التمن؟ أنت بتكتشفه وأنت جوه الرحلة، أنت وأنت جوه البحر بتكتشف هتواجه إيه. واللي يقولك انا كنت عارف ومخطط، مش حقيقي. ده مش حقيقي. مش وانا حقيقة ما بحبش اقول خالص. حاجات مش حقيقيه. فبيقولك دايما ايه، انت على الشط انت شايف البحر جميل العشاط وكل حاجه، عوام. صح، المثل ده صح جدا. لكن امتى تعرف انت بتحب البحر ولا لا؟ لما تدخل جوه، وتبقى في تتعور النص، تبقى في النص. تتعور اه. وتخاف ومش عارف هترجع للبر تاني ازاي، ورجلك تتعور من الصخور وتلاقي. فلما ومرحلة ترجع بقى، النص دي، لا لما ترجع بقى للشط وتبص للبحر تاني تعرف هنا، تقدر تحدد هنا انت بتحبه ولا لا. ده اللي هقوله، ان مرحلة المنتصف دي مرحلة فاصلة، ان انا عندي مجهود ابذله عشان ارجع مطرح ما كنت، ومجهود ابذله اوصل للي انا اوصل ليه. الاختيار اصعب، ان انا استسهل وارجع للبر، انا ما بحبش الحاجات السهله خالص. ولا ابذل باقي المجهود عشان اوصل. دي الصعوبة. اما كنت في النص عندك طفلين وشركة وجوز جوز. وابنة. ايوه، وابنة وصديقة، وكل الناس طالبة حقوقها من هذا الشخص الضعيف. صح. لا يعني بصي، عارفه اللي هو وما قوتي الا بالله. يعني ما بحسش انه في شخص ضعيف الا اللي عايز يبقى ضعيف، والا اللي عايز يستسلم لهذه بس هقول حاجة، ما جاش الجملة. عليكي وقت، يعني أنا شخصيا بيجي عليا وقت كل ده لا أنا عايزة ستوب، اسكتوا. في الشغل طالبين مني حاجات، وفي البيت طالبين مني حاجات، وأهلي طالبين مني حاجات، والمفروض إن أنا راعي كل ده. انا بقول لك بقى في أنا فين حاجات. يا جماعة؟ ايوه، انا في دلوقتي في المرحله بتاعت انا فين يا جماعه دي. أيوة، أنا فين يا جماعة؟ أنا لازم أوقف كل ده ولو ليوم واحد. يا جماعة أنا عايزة أفصل. هي فصلان واعاده حسابات، لان انت في الرحله دي كلها انت بتدوسي على حاجات جواكي، فالحاجات دي عارفه اللي هو بتقوي. اللي جواكي، هو اللي جواكي ده بقى اللي لازم ادور عليه. بصي، انا في مره اتعرضت لحاجه صعبه قوي. فاتصلت ب... هي استاذه كبيره وصديقه، وانا بشوفها اختي الكبيره، اسمها استاذه هبه باشا. آه، اتصلت بيها قلت لها انا هموت، الحقيني، انا بموت، قلبي هيقف، مش الحقيني انا بموت. وعارفه اللي هو انا مش بقول حاجه غير كده، لان انا كنت وقتها عارفه اللي هو الناس شايفه الشخص القوي قوي ده. وما ينفعش تهزي الصورة دي. ما ينفعش، انت قوي فانت لازم تقف وتضحك وتكمل وتدير يعني تقود المسيرة اللي انت فيها، يعني لازم تشد وراك. هي بصراحه في حاجه قالتها لي، قالت لي ياسمين اهدي، اهدي، ياسمين اهدي، انت حالا هتقومي تاخدي شاور وهتلبسي وهتنزلي الشغل، اهدي، هتعدي. فخدت نفس كده وفعلا هديت من جوايا. انت كنت حاسة بايه وقتها؟ انا كنت سامعه صوت قلبي فعلا بيتكسر. عارفه لما تحسي ان قلبك ده حاجه ازاز بتتكسر، هو كان بيتكسر حرفيا. مش قادره اخد نفسي،
وعماله مش عارفه كان كاني نتاج ايه بغرق. يعني؟ مش عايزاكي تشرحي الموقف بالظبط، بس كان نتاج مشكله في الشغل؟ لا مش الشغل، كانت مشكله في الحياه. حياه. مم. حياه شخصيه. مش عارف، انا مش بنسى، بس انا شخص ببقى ايه، ببقى عايزه ابقى ماشيه من غير ما، انا ما بحبش اشتكي وبحب دايما ابقى بصدر طاقه ايجابيه. فاكتشفت انه انا مغفله لمده سنتين كده، انه في حد في حياتي كان بيخطط وبيخبي وبيداري وبيبذل مجهود كبير قوي في انه يوجعني. طب ليه؟ عشان فاهمه. نفسي كده واقول لك حاجه كده، بفرق العشر سنين اللي بيني وبينك كست في الحياه، تشتغل وبتدير يمكن وقت سنك ده كنت زيك كده، بحس ان قلبي بيتكسر قوي من خطط البشر. لكن لما شفت ان الدنيا بتلف، واللي بيحاول يعمل كده في حد بيتعمل فيه، بقيت بستمتع وانا بتفرج على هذا الشخص وهو بيضايق. بس هتجيلك بعد وجع جامد قوي. طبعا، ما هو ده مش درس هتجيلك، كبير. اه مش دي هتجيلك هو في ده اللي انا الاول. بقوله لك، ده فرق السن والوجع والخبرة. ان دلوقتي انا ما بقاش عندي بقى الموضوع ده خلاص. بعد كتير قوي، يا انت اه بتعمل خلاص. كده، انا مش هعمل لك اي حاجة، انا بس اه. قاعدة كده بصي وبشرب هو قهوتي وبتفرج على الدنيا والزمن، ان اللي انت عملته هيتعمل. صفاء البني ادم مش عيب فيه، هو عيب من اللي قدامك انه بيستغلك غلط. عارفه اللي هو يمكرون والله خير الماكرين. انا بس هعترض على حاجة، صفاء الانسان مش عيب، فما ما انا تقوليش عيب بقول لك فيكي، لا. فهو مش عيب لا اصلا. انا ما قلتش كده. بالعكس، انا بقول عيب في اللي قدامك انه بيستغل ان غلط. انت بتتعامل مع حد لا صافي اللي انا خالص يعني. بقوله ان صفاء الانسان مش عيب في البني ادم، هو عيب في الشخص اللي قدامه اللي بيستغله غلط. اتأكدي، اتأكدي ان ربنا ما بيسيبش حق عبد. اه طبعا. فكل اللي قرر انه يسيء لشخص لازم هتتردد له بشكل ما، بس زي ما هو عمل بالظبط هيتعمل. صح صح. خاصة لو انتي الشخص ده ايه، يعني بيبين ليكي دايما الحب والصفاء والصدق وانا عندي مشكلة في حياتي رهيبة، بسامح كل حاجة الا الكذب. هتسامحيه بعد شويه. لا هتسامحيه. بسامح بس خلاص، عارفة الندبات. عرفتي بقى خلاص. الندبات ما بترجعيش زي الاول، نو واي. لا، هو مفيش حاجه اسمها برجع زي الاول والا مش هنتعلم. مفيش اه حاجه نو اسمها واي. ارجع زي الاول. خلاص اصبح عندك ندبة. امال احنا عايشين حياتنا دي كارثه لو رجعتي زي الاول. صح. هو مش المفروض انك ترجعي زي الاول اصلا. انت بتتعلمي وبتاخدي خبره عشان تبقي نسخه افضل من الاول، فما ينفعش ترجعي زي الاول. ده حقيقي. بس الفكرة في حاجة انه الندبات دي طبعا يعني احنا ايه في الاخر هتلاقي نفسك عبارة عن مجموعة من الندبات المتراكمة اللي هتأثر فيكي، وهي دي سبب نجاحك او بالظبط. فشلك. هو ده انتي في الاخر نتاج ايه يعني نتاج نجاحك ده، خبرات نجاحك ده. شكل الخبرات ايه. بالظبط. دي هي الحياه اللي ووصلت بتحكمك، لها او يعني ازاي، ده اللي مكتوب لك. ووصلت لها ازاي، والضربة اللي ما قتلتكيش دي قوتك قوتك. ولا لا. مم. فهنا بقى البوينت انه انت تبقي مدركة، تقعدي كده مع نفسك شوية وتهدي وتاخدي نفس عميق وتعرفي انه اللي ربنا كاتبه هو اللي انت هتشوفيه في مشوارك، وهو اللي لازم يتعمل، لان هو ده الافضل ليكي، لان ربنا شايل لك حاجات تانية قدام. هو هنا مش احنا بنربي لكن برضو ازاي. لازم تتكي على حتة، عشان برضو الناس تبقى فاهمة ان احنا بنوصل لده في مرحلة عمرية معينة، فاحنا بندي خبرتنا من حتة متقدمة شوية، مرينا بأشياء، فبالتالي طبعا. هنا بنقول بقى. وحاجة تانية، لو انت في خلال مشوارك ورحلتك دي ومريتي بكل التجارب دي صعبة وحلوة، لو اتكسر عندك، يعني مثلا في ناس ايه النجاح يعمل لهم غرور، دي حقيقة. في ناس اما النجاح يعمل اكثرهم يعني. لهم هتلاقي بيرفلكت على حياتهم بشهوات معينة ما كانوش واخدين بالهم منها. يعني مثلا ايه لما يبقى في ايده فلوس ومشهور وحلو وصغير،
دي كلها على فكرة شهوات. دي حقيقة، ما هو فانت ده اختبار. اختبارات. هو كل فامتى الحياة بقى اختبارات، بس هو ربنا جايبنا هنا نمتحن، امتى احنا بقى مش في تبقى فسحة. فاهم، تبقى ايوه، فاهم في الفترة دي وانت سنك صغير وناجح ومشهور ومعاك فلوس هو ده ومدير، الاختبار الحقيقي. انك تعامل الوزير زي ما زي بتعامل الفن. الاوفيس بوي. صحيح. الاتنين زي بعض، الاتنين زي بعض. لو انت مش بتتعامل مع، يعني بحكم شغلي طبعا في الشركة، فانا اغلب الاستشارات اللي بقدمها لسي اوز اصحاب شركات. اصحاب. لو انا مش بتعامل مع ده زي الاوفيس بوي اللي عندي في الشركة، طبعا انا عندي خلل نفسي. لو انا مش بتقبل دعوة الوزير زي ما بتقبل دعوة الشخص اللي لسه ما حققش نجاح في حياته او وما البادئ. ما جبرتش بخاطره من الاخر، ربنا مش هيجبر دي بخاطري انا في حقيقة، مشواري. دي حقيقة. فهي البوينت هنا انه لازم تبقى الواحد مدرك الحتة دي، مدرك هو امتى يخلي باله، امتى يخلي باله ان ده اختبار. هو ربنا ادالك الفلوس دي عشان بيختبرك انت هتعمل ايه؟ هتحسن ادارتها ولا لا. صحيح. ادالك الاولاد، ما هو زينة الحياة الدنيا، المال والبنون. فهو ادالك الاولاد عشان دول برضو اختبار. هتنجح في تربيتهم ولا لا، لا، هو انا هتنجح لو في مش في متيقن. رعايتهم ولا لا، هتعاملهم ازاي، هتهمل فيهم ولا لا، هتبقى جنبهم وقت ما هم محتاجين لك ولا لا، هي... هيعملوا لك غرور وتكبر على اللي ربنا ما ما ادالوش. رزقهوش ولا لا. فحياتك كلها اختبارات، اختبارات ما هي احنا رهيبة. مش جايين الدنيا غير ان احنا يعني بس نختبر. هي بقى بس الفكرة جايين في رحلة. ايه؟ الفكرة في انه تفهم الامتحان ده في وقته، تبقى فاهم انه ده حاجة كويسة ولا حاجة وحشة. ولو حاجة كويسة انا هستثمرها ازاي، ولو حاجة وحشة ابعد عنها ازاي. في الاخر في حكمة لربنا من وراء اي حدث بيحصل في حياتنا، حلو او وحش، في حكمة. حقيقي. بس ياسمين، اتبسطت جدا النهارده، وحقيقي نموذج صاحب خبرة ورأي محترم، وبشكرك. ميرسي ليكي جدا وشكرا، يا رب ما كنتش قطلت يعني على الناس. بالعكس بالعكس بالعكس، شرفتينا ميرسي. ونورتينا، وإن شاء الله ان تكون شاء الله. حلقة مثمرة. ان شاء في الله. النهاية بقى، تحبي إيه اللي نفتكره من البودكاست ده؟ احب انه لو اي حد مر بتجربة صعبة في حياته يفتكر انه ربنا مش بيحطك في الاختبارات دي لحاجة وحشة. لا، تأكد انه هتمر منها وهتعدي، وبإرادتك انت هتعدي وتفهم بعد كده التجربة دي كان مغزاها ايه من حياتك. واتمنى انها تبقى رسالة لكل ام، لان احنا عندنا في الثقافة المجتمعية بتاعتنا ان الماميز ما بيقدروش يشتغلوا، وانه البيت ومسؤولية البيت. الأمهات ياسمين، بلاش المامز دول. الامهات ما عندهمش القدرة ان هم يخلوا بالهم من بيتهم ومن الزوج ومن كل التفاصيل بتاعت حياتهم ومن اولادهم ومن شغلهم. لا يا جماعة، الكلام ده مش حقيقي. هتيجي على نفسك شوية بس، وايه ما يعني، هو ده اللي أنا وايه بقوله، إحنا يعني بقى. لازم ندفع في المقابل. بالظبط. مش هناخد انت حاجة ببلاش. هتقدري. أنت زوجة وأم، فأنت لازم هتدفعي مجهود كبير جدا في بالظبط. مقابل ان انت هتاخدي ان انت زوجة وتقدري، وأم. لا تقدري انك لو انت انت عايزة، تنجحي لو انت عايزه زي ما لو قلنا. انت عايزة. تقدري تنجحي، وتقدري تنجحي كأم وكمديرة وكزوجة وككل حاجة، لو انت فعلا عايزة ان انت تنجحي. بشكرك. ميرسي شوغر مامي ياسمين. شكرا لك. شكرا. شكرا.